فيديو جديد. النهاردة احنا هنرد على سؤال سأله أحد الملحدين المصريين اسمه أحمد حرقان. تعالوا نسمع ايه السؤال اللي عنده ونحاول نجاوب عليه. مستعدين؟ يلا بينا. هنا الاخوان المؤمنين سالته لهم يعني، ودايما بساله لهم ومصر عليه يعني، وكل ما بيجوا بقول لهم نفس الحكايه. هو الرب ليه ما بيجيش يتكلم معانا؟ الرب ليه ما بيجيش يتكلم معانا؟ في كتب كتير بقول لهم يعني القران والانجيل، الحاجات دي كلها بتقول ان دي عباره عن رسائل من الرب. يعني فيهم رسائل بتاعت الرب، وبعدين يعني انتوا بتقولوا ان الناس بتفهمش الرسائل دي صح. يعني انتوا بتقولوا ان الناس مش فاهمه الاناجيل صح، الناس مش فاهمه الكتاب المقدس صح، والناس محتاجه الرب. طب فين الرب؟ ما بيجيش ليه؟ عشان يصحح الافهام، عشان خاطر يصحح الفهم. طالما الناس بتفهم غلط، فليه الرب ما بيجيش بنفسه؟ يعني ليه الرب سايبنا في التخبط ده؟ فده سؤال لحد دلوقتي ما لقيتش حد يجاوب عليه يعني. تحياتي سنيوره، نورة الدنيا عزيزتي. تحياتي عزيزي. تحياتي ليك ولكل الكرد الجمال. فده سؤال حتى لاخواننا المؤمنين، مسلمين او مسيحيين او يهود او من اي حد بيؤمن بالهه. فين الالهه دي؟ بتتكلمش معانا ليه؟ وبعدين الموضوع بتاعنا النهارده عنوانه يعني عنوان البث بتاع النهارده هو قوه التسامح في مواجهه الاختلافات. التسامح. أنا هوقف هنا. هو فعلا الموضوع بتاعه كان عن قوة التسامح في حل الخلافات، وده موضوع أعتقد كل الناس مسيحيين قبل أي حد تاني محتاجينه. لكن أنا كنت عايزة أخد الفكرة بتاعته الأولانية، هو ليه الرب ما بيجيش بنفسه؟ سؤال حلو، لكن أعتقد إن المسيحية عندها إجابة للسؤال دوت، وإجابة حلوة خالص. خلينا نشوف ايه إجابة المسيحية للسؤال بتاعه. خليني أروح بالباوربوينت بتاعي وعشان تقدروا تشوفوه. ليه الله ما بيجيش بنفسه؟ الحقيقة ان المسيحية بتعلم ان الله اظهر واعلن نفسه بطريقتين عامتين. اول يعني two categories، حتتين يعني. اول واحدة اللي هو بيسموها الوحي العام. الكتاب المقدس بيقول عن موضوع الوحي العام الآتي: إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم، لأن أموره الغير منظورة، حاجات اللي احنا ما بنشوفهاش الروحية، ترى منذ خلق العالم، ازاي مدركة بالمصنوعات، قدرته السرمدية ولاهوته، حتى إنهم بلا عذر، لأنهم لما عرفوا ده فعل ماضي، يعني هم عرفوا الله، لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي، وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء. يعني الرسول بولس لرسالته لأهل روميا ده في أول أصحاح بيقول: المشكلة قد لا تكون مشكلة نقص معرفة، بل بالعكس، في معرفة عامة متاحة للجميع، بغض النظر إذا كان وصل لهم كتب أو وحي سماوي أو يعني كتب دينية زي الكتاب المقدس أو لأ. وهو كافي إن يخليهم في وضع قدام الله إن إنكار معرفته تبقى بلا عذر، وده ادعاء كبير. خلينا نحفظ الادعاء ده في دماغنا ونفكر ليه ممكن الرسول بولس يعني طبعا بإرشاد من الروح القدس يكون كتب حاجة زي كده. هل ممكن يكون يعني هل مش ممكن يكون عندي أسئلة منطقية وأسئلة بدور على الحقيقة؟ ده ممكن، لكن الرسول بولس هنا بيوجه كلامه لنوعية من الناس اللي بترفض وبتغطي رفضها
تحت إطار انعدام وجود الأدلة، لكن مع ذلك هو بيقول إن لأ، الأدلة موجودة وموجودة من زمان ومدركة ومعروفة وبرغم من تطور الإنسان في معرفته العلمية، لكن في كل مرحلة من مراحل تطوره الفكري والعلمي المعلومات دي كانت متاحة. اوكي، فخلينا نشوف ايه النوع الوحي التاني اللي هو الكتاب كتب عنه في رسالة إلى أهل عبرانيين. بيقول الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، يعني الله استخدم الأنبياء عشان يكلمونا، لكن الله طريقة كلامه للأنبياء كانت أنواع وطرق كثيرة. ده أول حاجة، أول نوع، يعني تاني أو ممكن نقول تاني نوع إعلان، وهو الإعلان الخاص، بمعنى إن المعلومات دي مش متاحة في الطبيعة أو في الكون اللي حوالينا، لكن كانت متطلبة إعلان خاص الله استخدم فيه الأنبياء، وفي بعض الأحيان استخدم ظهورات شخصية لنفسه. أيوب كان قصة أيوب في الحقيقة هي تاريخيا أقدم من كتب موسى. فمعنى أن الله وصل لأيوب معناها أن مش كل ما أعلن في العهد القديم هو بيشرح تعاملات الله فقط مع إسرائيل، بمعنى ان الله ممكن قوي يكون اتعامل مع ناس تانية بطرقه زي ما اتعامل مع ايوب وتواصل مع ايوب قبل ما يكون في اي كتب مقدسة. دي حاجة بس مش مذكورة في الكتاب المقدس، لكن عدم ذكرها في الكتاب المقدس لا يعني انها لم تحصل، لان احنا عندنا قصة ايوب كمثال، فده مجرد مثال، لكن في كمان حاجات صغيرة في الكتاب المقدس اتكتبت بتوضح ان الله بيعرف يتواصل حتى من غير مع الاشخاص بطريقة فردية قبل وجود اعلانات خاصة من جهة زي الوحي. لكن هو بيقول زود حاجة تاني، كلمنا في هذه الايام الاخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين، الذي هو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا من خطايانا جلس في يمين العظمى في الأعالي. صحيح الآية دي هي عبارة عن كنز بيشرح، بيحط حقائق كتير كبيرة جدا، ادعاءات كبيرة جدا في جملة أو جملتين، لكن الهدف هنا من اللي أنا عايزة أركز عليه للهدف الفيديو بتاعي النهاردة هو فكرة إنه كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. يعني هو بيسأل ليه الله ما جاش، وهو بيقول في عبرانيين هنا لا، هو جه وجه بنفسه وعلم تعليم وعمل وكمل عمله الفدائي. المسيحية ليها إجابة للسؤال دوت، المسيحية ليها إجابة، بس اللي ليه ودان السمع فيسمع. طيب خلينا نشوف فين تاني يعني الله أعلن عن نفسه في أشعياء، وخليني أنا أجيب الآية 53. أنا معرفش قد في ناس كتير يمكن ما عندهاش خلفية عن أشعياء. أشعياء ده سفر في العهد القديم، سفر طابعه نبوي، يعني في نبوات كتير، لكن أحد النبوات بتاعته كانت نبوات عن المسيح المنتظر أو المسيح المنتظر. نتيجة دقة بعض النبوات في ناس كتير حاولت انها تأجل تاريخ كتابة السفر دوت، فيقولوا لا مش أشعياء كتب، يقعدوا ينقوا الحاجات القديمة اللي هي تناسب العصر بتاعه اللي هو جه فيه، لان هو بيذكر اسم الملك في اول اللي هو كتب فيه الوقت اللي جه فيه الوحي ليه، فيقولوا ده أشعياء الأصلي كتب كده. لكن أي نبوات تاني لقوها، خصوصا النبوات اللي هي بتبقى very specific مش عامة وبتذكر أسماء، وخصوصا برضو النبوات اللي هي بتاعة المسيح، لأن هي
مكتوبة بطريقة يعني تكاد تكون يعني أي حد ممكن يسمعها ما يتخيلش إن دي أساسا من العهد القديم، واتكتب حوالي 700 سنة أو 740 سنة قبل ميلاد المسيح. يعني في أشعياء هو في نبوة عن المسيح وهل عذراء تحبل، لكن برضو هتلاقوا عن موت وألم المسيح. فأشعيا بيقول كده: من صدق خبرنا ولمن استعلنا ذراع الرب. هو هنا بيتكلم عن زي ما هكمل وانتوا هتشوفوا بنفسكم ازاي هو بيتكلم عن المسيح. لكن مين صدق الخبر ان الله نفسه. ما هو اي انسان عادي ايه الخبر الجديد اللي في الموضوع، لكن من صدق خبرنا ايه الخبر الجديد اللي محتاج ان احنا نحاول نصدقه. هو خبر ان الله ظهر في الجسد، ان المسيح هو الله الظاهر في الجسد. هو ده الخبر. من صدق خبرنا ولمن استعلنا ذراع الرب. نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة، لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه. مش بس إن الله ظهر في صورة جسد، يعني أخذ صورة إنسان، لكن لما اختار ياخد صورة إنسان أخذ صورة عادية أو أقل من عادية، يعني ما كنتش تقدر تميزه بالنظر فقط بدون أي معلومات أخرى إن هو حاجة تاني. بل بالعكس، ده كان محتقر ومغزول من الناس. بل بالعكس، ده كان رجل أوجاع ومختبر حزن. وكمسطر عنه وجوهنا محتقر فلم نعتد به. يعني لما تبص عليه انت مش هو الشخص اللي عايز تمشي وراه وتقوله علمني. شخصية محتقرة، شخصية غير مقبولة، شخصية رجل أحزان. لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها. نحن حسبناه مصابا ومضروبا من الله ومذلولا. مفيش شخصية في التاريخ تحط عليها الادعاء ان هي شالت الأحمال وشالت الذنوب غير شخصية المسيح. مفيش شخص تاني يجي عليه الكلام دوت، مفيش شخص تاني أصلا ينفع، لأن هو الوحيد البار. ونفس الكلام دوت بيقوله أشعياء: وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه، وبحبره شفينا، كلنا كغنم ضل منا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. ظلمه أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح، وكنعجة صامتة أمام جزيها فلم يفتح فاه. من الضغطة ومن الدينونة أخذ، وفي جيله من كان يظن أنها قطعة من أرض الأحياء، إنه ضرب من أجل ذنب شعبي. يعني واضح جدا أن الشخص دوت ما هوش هو المذنب هو كلنا، وتحط عليه ذنب الناس، ذنبنا احنا اللي ضللنا واحنا اللي تعبنا. هو بيتكلم عن قوة التسامح، لكن قوة التسامح ليها مصدر. عشان يبقى ليها قوة وتقول ان دي حاجة بتغير التاريخ. اكتر حاجة غيرت اكتر فترة تسامح. هو بيتكلم في الفيديو بتاعه بعد كده ان التسامح هو اللي غير التاريخ. صحيح هو ما جابش فكرة صلب المسيح، لكن هو ده المثال الأقوى من فكرة قوة التسامح. لأن بدون مسامحة المسيح احنا ما كانش عندنا أي أمل للخلاص من الذنب والخطية بتاعتنا. تعال نكمل باقي النبوات. ده هنا بيتكلم عن آلام المسيح. طيب بيتكلم عن موته. وجعل مع الأشرار قبره ومع غني عند موته. جعل مع الأشرار دي معناها إن هو لما المسيح مات مصلوب. كان مات مصلوب بين لصين. طب ايه حكاية مع غني؟ لما في العادة إن الناس المصلوبة دي لما بتنزل في بعض منها بيروح اللي هم بيترموا في حفرة كبيرة كده، يعني اللي هو زي مقبرة عامة. لكن في حالات خاصة كانوا ممكن الأهل ياخدوا الجثمان ويدفنوا. فكانت النبوة سبيسيفيك خالص، يعني واضحة وخاصة جدا ان المسيح مات وسط أشرار وقبره كان مع غني. لأن القبر دوت كان ملك سمعان الكرواني، وهو راجل غني. وأخذ المسيح لما أخذوا إذن من بيلاطس إن هم ينزلوا المسيح عشان يدفنوه قبل بداية يوم السبت. بيقول
على أنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش. يعني المسيح ما كانش عمل شر عشان يستحق العقاب دوت. أما الرب فسر أن يسحقه بالحزن إذ إن جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نسلا تطول أيامه ومسرة الرب بيده تنجح. طب هو مات، إزاي يرى نسلا تطول أيامه ومسرة الرب بيده؟ من تعب، يقول لا، ومن تعب نفسه يرى ويشبع، وعبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين وأثامهم هو يحملها. فازاي الرب طالت أيامه عشان يقدر ازاي طالت أيامه وهو لسه بيحكي إن هو مات واتدفن في قبر غني؟ ازاي؟ هنا إشارة إلى قيامة المسيح. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو بيقول ان بعد المسيح، كلنا نعرف من الاناجيل، بعد ما المسيح مات وقام قعد فترة على الارض في ظهورات متكررة لتلاميذه وبيعلم تلاميذه عن مثلا لما نقرا عن تلميذي عمواس، كانوا تلميذين ما كانوش فاهمين ازاي المسيح المنتظر يموت على الصليب. المسيح نفسه ظهر لهم وبيتكلم الكتاب عن ازاي ان المسيح علمهم النبوات. من النبوات انه كان ينبغي ان المسيح لما يجي انه يتألم ويموت وبعد كده يقوم. فصراحة هو اللي حط بذرة النبوات في عقول التلاميذ انها تتحقق هو كان المسيح نفسه، هو اللي علمهم وترجم ليهم النبوات ديت. المهم اللي انا عايزة اوصله من الكلام عن سفر أشعيا ان احنا نسأل ليه معرفة الله مش موجودة. لا، معرفة الله كانت موجودة ومتوفرة، وفي ناس كانت مستنية المواعيد دوت، والناس في شعب اسرائيل كانوا مستنيين المسيح انه يجي ويخلصهم، اللي كان عندهم النبوات. وانا عايزة اقول لكم ان سواء بصيتوا في سفر أشعيا، عشان الناس اللي بتقول أشعيا او الجزء اللي احنا بنقول عليه ان هو نبوات ده جه متأخر، او حد تاني سكرايب تاني جه وكتب وكمل على اساس ان هو باقي من سفر أشعيا، الكلام دوت مش مظبوط. احنا عندنا المازوريتك تكست اللي هو النسخة العبرية اللي هي كانت مكتشفة في الأول، ودي اكتشفت بعد الميلاد، لكن بعد في الأربعينات اكتشفوا مخطوطات قمران اللي هي بيسموها ديد سي سكرولز. والديد سي سكرولز دي مكتوبة تاريخ ميلادها قبل الميلاد، مش هتلاقي أي تغيير. يعني المسيح النبوات بتاعته بعد الميلاد، فممكن حد يقول لا، ده حد رجع وكتب الكلام دوت عشان يقول بص المسيح موجود في العهد القديم. لكن في الحقيقة مخطوطات قمران فيها نفس النبوات ديت. مخطوطات قمران هي قبل طبعا الميلاد، التاريخ هيرجع لقبل ميلاد المسيح. فالله مدينا كل الأدلة. ممكن حد يقول طب ليه المسيح اختار يجي في سنة، يعني يعني القرن الأول الميلادي وما جالناش دلوقتي؟ ليه ما بيجيش دلوقتي؟ هو المسيح يعني في فرق ما بين انك انت تعرف تكشف عن بكتيريا مثلا، او مثلا عن القمر. دي حاجة انت الدور اللي بيجي عليك انت 100%، صح؟ لكن لما بتكون انت بتتعامل مع الشخص وانت كل ده two way street. يعني انت بتعلن عن نفسك لما تحب تقول لنفسك، والله برضو بيعلن عن نفسه. فممكن الواحد يفكر طب ايه حكمة الله انه يجي في الوقت دوت؟ يعني خلينا نشوف. الفترة ديت هي فترة كان فيها أحداث كتير، كان فيها أحداث زودت احتياج وانتظار اليهود للمسيح، فكانوا بيحاولوا متوقعين وجود المسيح في الوقت دوت. وفي نفس الوقت في الوقت دوت الله كان عارف كويس خالص ان في شوية تغييرات هتحصل. يعني مثلا نلاقي ان في طفرة حصلت في كتابة المخطوطات. كانت المخطوطات حاجة قليلة جدا، لكن المسيحيين لان هم شافوا الاحتياج الى وجود المخطوطات بدأوا يطوروا علم الكتابة وبدأوا يكتبوا هم بنفسهم. وكان احد الاسباب لكثرة المخطوطات هو ان هم identified ان احنا محتاجين نعمل طريقة نتواصل بيها مع بعض.
في نفس الوقت وجود روما كان ساعد على انتشار الكتابات ديت، لانه سهل، لان الطرق كانت مبنية كتير وروما كانت عاملة طرق لكل البلاد بتاعة الامبراطورية بتاعتها، فسهل انتقال المعلومات بطريقة سريعة نسبيا بالمقارنة طبعا لما كان قبل كده. الفكرة من هنا ايه؟ ان الله بيبص ايه هو نقطة الزمن اللي ينفع فيها. من القدام كانوا بيفهموا لغة الفوق الطبيعة، كانوا مستني عشان يؤمنوا ان ده الله اللي انت بتحاول تكلمنا عنه، بيستخدموا لغة المعجزات ولغة النبوات، والله كلمهم بنفس اللغة اللي هم متوقعينها وبيفهموها عشان يعرفوا ان هو ده الله. احنا دلوقتي افكارنا اتغيرت، مش معنى كده ان المعجزات، وانا هتكلم في الموضوع ده بعد شوية صغيرين، قلت، لكن الفكرة اللي انا عايزة اوصلها ان الناس اللي بتحاول تدور بالادله بتدور بايه؟ عايز ترجع للتاريخ، عايز تشوف المستندات التاريخيه، عايز اوكي، هديلك كل ده، هديلك وفره من الحفريات، هديلك وفره من المعلومات، هديك قدره انك تكتشف وتعرف تأرخ وتعرف بنفسك توصل ان عندك شهود عيان بينقلوا الكلام دوت. احنا بنقبل بشهاده الشهود لاحداث ماضيه ما نقدرش ان احنا نعيدها تاني. لو انت فكرت في اطار مثلا الجرائم، لو حصلت جريمة قتل، واحيانا بيسموها cold case معناها جريمة قتل ممكن حصلت من سنين واتقفلت لاني ما خلاص يعني عندي شوية ادلة لكن ما قدرتش اوصل للمتهم. الكولد كيس دي هو عبارة عن ان انا بيرجع بعد كده الديتكتيف المتخصص بالكولد كيس ده، المفتش المحقق، ويدور في المكتوب. خلاص ممكن اساسا الشهود دول يكونوا ماتوا، اللي اتخذت بشهاداتهم ساعة حادثة الجريمة ماتوا، طب هيعمل ايه؟ هو عنده شهادتهم مكتوبة. فاحنا عندنا نفس الكلام، احنا عندنا شهادة شهود عيان واكتر من شهادة شهود عيان، وفي ادلة داخلية في النص تتكلم عن ازاي شوية المعلومات ديت كانت معروفة، واني يعني تقدر تأرخ الدوكيومنتس ديت وتقول فعلا البلاد دي، المسافات دي، الحكام اللي مكتوبين بأساميهم، حتى الريت الفريكونسي بتاعت الأسماء اللي بتظهر فيها، يعني تلاقي مثلا ايه مريمات كتير، تلاقي يوحنا كتير. يقولك لو عملنا دراسة إحصائية ونشوف ايه تقابل الأسماء، الفريكونسي بتاعت الأسماء ديت بمقارنة باستخدام الناس في الفريكونسي بالاسماء ديت في الوقت اللي كان بتاع المسيح مثلا، تلاقي الاسماء الريت او فريكونسي يعني زي بعض. فبتقدر تعرف انك عندك مستند تاريخي جاي من الوقت بتاع المسيح، وان فعلا الناس دي اللي بتتكلم دي ناس عاشت وشهدت الاحداث ديت وسجلوها. فلما تقولوا فين الرب وفين الله، انت عندك اكسس للمعلومات ديت وتقدر تعرفها لو حبيت. طيب خلينا نعرف ايه هي المشكلة. ليه بالرغم من توافر المعلومات، ويعني لو رجعت المعلومات وقلت لا اوكي دي حاجة تاني، لكن ايه ممكن يكون السبب الحقيقي؟ خلينا نفتكر رومية 1 قال ايه؟ قال المشكلة مش مشكلة معلومات. طب خلينا اقول ليه انا برضو برجح اني مش مشكلة بس معلومات، يعني ممكن يكون فعلا في مشكلة ادلة او جهل بالادلة، لكن في اسباب اخرى فيه. فكر، انت بتقول مفيش الله، طب انت ممكن تتخيل ان الله لو موجود فعلا ممكن يظهر لك نفسه ازاي؟ ايه الطرق اللي الله فيها يحاول ان هو يظهر لك نفسه فانت عشان تقول كده في الله؟ مثلا لو قلنا معجزة هي ببساطة شديدة معناها انك انت بتقول ان ده شيء فوق الطبيعة، يعني شيء مش هيحصل نتاج الى قوانين الطبيعة اللي احنا نعرفها. حلو. لو حصلت معجزات اول رد عندك دي حاجات متلفقة. لو قلنا نبوات اول رد عندك دي نتيجة ان واحد تاني رجع بعد ما الاحداث حصلت وزود الكلام دوت وبالكذب قال ان ده مكتوب مثلا من اشعياء. فانت مش لاني فعلا انت عندك دليل ان الكلام ده اتكتب بعدين، ده نتيجة ان معتقد المسبق ان لا يمكن يكون في احتمال لحدوث معجزات،
ولا يمكن ان يكون في احتمال لحدوث نبوات، فلازم لما الاقي حاجه شكلها نبوه اقول عليها لا يمكن تكون نبوه، واقول عليها ان هي جت بطريقه جت في وقت متاخر، مش لان جوه المستند وجوه تاريخيا انت لاقي ادله بتقول ان دي جت بعد كده. انت عشان رافض ان يكون في احتمال ان يكون في حاجه اسمها نبوه، فانت بتضطر تعيد تفسير الادله اللي عندك فتقول عليها ان هي جت بعدين. بس انت كده قفلت الباب، لان الله لو عايز يوصل ويقول لك انا فوق الطبيعه، انا مش مادي، انا موجود لكن انا مش مادي، هو هيعمل ايه؟ هو هيحاول يبعت لك بالظبط اللي احنا بنقول عليه ان هو معجزات ونبوات. ومع ذلك لاني انا مخي في فكر المسبق اني لا يمكن حاجات زي كده تحصل، بعيد تفسير الادله دي. ممكن ده يكون احتمال. تاني حاجة، لو احنا دورنا على الأدلة العلمية والأدلة الفلسفية، لاحظ ان الأدلة العلمية لوحدها، يعني حتى لو انت بتقول انا بؤمن بصدق في نظرية التطور، مع ان التطور بتاع داروين مليان عيوب، وفي ناس ملحدين برضو بيشككوا في طريقة داروين على انها كافية لشرح التنوع اللي احنا بنشوفه، بس دي توبيك على جنب. حتى لما بتقول تطور او عدم تطور او اي حاجة تاني، ده مش دليل في حد ذاته ان الله موجود او مش موجود. في ادلة اقوى ان وجود بتطالب بوجود الله، بتطالب بوجود، حتى مش عايز تسميه الله، بتطالب بوجود سبب غير مادي وراء بداية الكون، وتطالب بوجود سبب غير عاقل غير مادي عشان تظبط الكون للحياة. كلها دي حجج مفيش واحدة منها بتثبت الله أو بتثبت عدم وجود الله. فده معناها إيه؟ معناها إن الشخص لازم ياخد كل الأدلة التراكمية وهو اللي يوصل لقرار، يعني لازم يحكم رأيه في الموضوع. وتحكيم الرأي في الموضوع معناها إني بسيب باب مفتوح لقلبي. قلبي مجازيا معناها إني لو أنا من جوايا رافض لأسباب أخرى فكرة وجود الله غير الأسباب العقلية أو المنطقية، هميل أكتر لما أحاول أقيم الأدلة التراكمية إني أرفض وجود الله. طيب ولو حاولنا، طب أوكي، لا أنت تعال نشوف الحاجات شخصية جدا، يعني الله كأنه بيقولك أنا هكلمك أنت بطريقة شخصية جدا، زي مثلا بنسميها احنا supernatural spiritual experience. بليز باسكال بيدي نفسه هو نفسه عالم وعاقل جدا ومقتدر جدا في ذكائه، واكتشف حاجات كتير في الفيزياء، وكان في نفس الوقت لاهوتي، بس ما كانش دي بداية حياته. بداية حياته في المسيحية الحقيقية وعلاقته بالله بدأت بخبرة روحية، وأنا اتكلمت عنها قبل كده. شهد أو شعر بيها بوجود الله بطريقة قوية جدا. وبرضو اتكلمت ازاي نميز الخبرات الروحية ديت عن الهلاوس وعن الخبرات النفسية وعن الناس اللي زي عندهم الصرع اللي بيجيلهم نوع من كأنها خبرة دينية. اتكلمت عنه في فيديو سابق. لكن الفكرة هنا ايه؟ اني حتى لو الله ظهر بنفسه بطريقة مرئية ليك، او حتى ما كانش ظهور يعني شخص قدامك، وان كان ده تسجل برضو وفي العصور الحديثة ومن ناس عندها PhD. جانا الاسم اللاست نيم بتاعها مش جاي في دماغي، لكن انا سجلت عنها برضو في فيديو في نفس الفيديوهات اللي اتكلمت فيها عن الخبرة الدينية. هي عملت PhD بتسجل فيها اغلب الناس بتاعتها كانت 50 واحد، اغلبهم كان PhD او ماسترز في حاجات علمية، وسجلت هما كانوا ليهم تاريخ الحادي، وسجلت ايه اسباب تركهم للديانات او فكرة الديانات لو كانوا تركوا، او بعد كده هم نقلوا للمسيحية ايه الاسباب اللي بدأت ان هي تخليهم يعيدوا تفكيرهم للمسيحية. اقروا البحث بتاعها، ارجعوا الفيديو بتاعي وهتشوفوا المراجع للبحث بتاعها للي حابب ان هو يشوف. لكن لو انا فاكرة صح كانت نسبة تصل ل 30% منهم سجلوا
وجود experience supernatural experience دينية اللي كانت بسببها فتحت الباب ليهم للتفكير في فكرة الله. لكن مع ذلك في ناس ممكن تمر بنفس التجربة الروحية ديت وتقول نو، دي مش الله، دي مجرد خبرة نفسية. يعني أنا الله بيحط قدامك الدليل، لكن الدليل مش بيجبرك، مش بياخد حرية إرادتك إنك أنت تفسره بطريقة إن توجهك لله أو تاخدك بعيد من الله. والحاجة التانية، لو احنا قلنا للناس طب بصوا سيبكم من فكرة وجود الله، لو احنا هنخش في كل الحجج الفلسفية والعلمية، طب والتطور، طب خلينا نشوف المسيح كشخصية مين هو. تعالوا نشوف في التاريخ تسجل عنه ايه. تعالوا نشوف ايه احسن تفسير ان هو مات، ان القبر بتاعه فارغ، ان بعد موته بوقت قليل جدا الفكرة بتاعت ان هو قام ظهرت، ان في ناس اعداء المسيح زي بولس زي يعقوب امنوا ان بألوهية المسيح وبدأ بشروا ان هو قام. كل ده بنحكي في فترة قصيرة خالص. ايه القوة اللي تخلي تغير معتقد اليهود اللي كانوا بيتبعوا المسيح وما كانش عندهم فكرة عن القيامة غير في يوم القيامة، ان هم يجيبوا الفكرة الجديدة ديت ويأمنوا بيها ويبشروا بيها؟ لان الايمان بكذبة ممكن لو انت مش انت اللي عملتها. فانك انت تبقى بتواجه الموت والاضطهاد على حساب فكرة مش هتكون الفكرة اللي انت عارف انها كذبة. اوكي، جمع كل الادله التاريخيه ديت وشوف ايه اكتر شرح موافق ليها. ممكن واحد يقول لك انا معرفش، بس الاستحاله تكون القيامه. ليه؟ لان برضو عنده فكره مسبقه لانعدام احتماليه حدوث حاجه زي القيامه، لانه لا يؤمن بالمعجزات اصلا، لا يؤمن بفكره احتماليه حدوث المعجزات. فده مسموش بقى هنا التفكير النقدي. هنا وصلنا لمرحلة اني انا بقيت هايبر كريتيكال، يعني مهما كومت ادلة جايبها لك من ادلة علمية، ادلة فلسفية، ادلة اخلاقية، ادلة من الاثار، ادلة من المسيح او التاريخ او قيامة المسيح، احطها لك كلها قدامك على الترابيزة وبالتفصيل ونراجع حاجة حاجة حاجة. لكن ممكن الانسان برغم كل الادلة ديت يقول لا، زي ما بالظبط بالنسبه للملحد هو مش فاهم ليه بالرغم من كل الادله اللي هو عمال يقولها لنا في اللايف ستريمز هو مش مقتنعين ان هم، او مش مقتنعين الاسلام غلط مثلا. يبقى في عوامل اخرى غير العوامل الذهنيه بتاثر في قرارات الانسان، وفي الغالب هي عوامل الاقوى. ليه انا بقول كده؟ خلينا نشوف ريتشارد دوكنز. ريتشارد دوكنز من بيسموهم الفور هورسز بتوع النيو ايثيست، واحد من القادة الكبار في الإلحاد، خصوصا ما بين عند بداية 2008 2009 وحركة النيو ايثيست ظهرت. تسأل ايه نوع الأدلة اللي تخليك ممكن تفكر في المسيحية على انها الدين الله من الله ودين الحق. هو بيقول well I used to say، تعودت اني اقول it would be very simple، الموضوع هيبقى بسيط، it would be the second coming of Jesus، حاجة زي ما تشابه المجيء التاني للمسيح، مصطحبة ب big deep booming bass Paul Robeson voice saying I'm God and I created. يعني حاجة شبه المجيء التاني كده، وصوت كبير مدوي من السماء بيقول أنا الله، أنا خلقت. But I was persuaded، هو بيكمل I was persuaded، يعني أنا اقتنعت that even if there was this booming voice in the second coming in the clouds of glory، حتى لو سمعت الصوت العميق المدوي دوت وشفت سحابة المجد بتاعة مجيء المسيح التاني، ان في الغالب الشرح هيكون ان دي هلوسة او يعني خدعة بصرية زي اللي بيعملها الساحر او اسمه ديفيد كوبرفيلد. لكن هو يقول ان في explanation، a supernatural explanation for anything is incoherent، يعني هو لا يؤمن، هو بيقول اي شرح ما فوق الطبيعة ده شرح متناقض مع نفسه او غير متماسك مع نفسه.
it does not add up to an explanation for anything. ما لا يستطيع أن يكون explanation لأي حاجة. بغض النظر انت عايز تسمع للرسول بولس، ممكن انت مش عايز تسمع للرسول بولس، لكن ممكن تسمع لبليس باسكال. بليس باسكال هو العالم المشهور ليه بس هو برضو كان لاهوتي، ولاحظ في طبيعة الناس الآتي. قال willing to اتكلم عن الله. زي ما قلت لكم اني انا لما بتكلم عن معرفة الله، انا مش بتكلم ان ازاي اعرف القمر واكتشف خصائص القمر او خصائص البكتيريا ديت، ان دي one way street يعتمد على قدراتي، لكن it's a two way street، بمعنى اني الله برضو عارف الشخص اللي قدامه وعارف هيتعامل مع الادلة المعلنة ليه ازاي. فهو بيقول كده willing to appear openly to those who seek him. الله عايز يبان بوضوح للي بيسعى إليه with all their heart، بكل قلوبهم، and to be hidden، وإن هو يبقى مختفي أو مستخبي من اللي عايزين يهربوا منهم بكل قلبه. God so regulates the knowledge of himself that he has given indications of himself which are visible to those who seek him and not to those who do not seek him. يعني الله بينظم طريقته هكذا لمعرفته، إن هو بيدي معطيات عن نفسه لتكون مرئية للي بيدور عليه، وما تكونش مرئية للي مش عايز يشوفه. There is enough light، في ضوء كافي فقط للي عايز يشوف، وفي enough obscurity يعني غموض كافي للي مش عايز يشوفه إنه ما يشوفوش. يعني هو الله مش حاجة جامدة وانت بتحاول تكتشفها وما عندكش أدلة، لكن الله برضو بيتعامل في نوع من responsibility بينك وبين الله. فخلينا أفكرك الفكرة دي. يعني هنا بليس باسكال مش بس بيقول إن دي two way street، وإن الله عارف وبيقرأ الشخص اللي قدامه. ده شيء مخيف. مش مخيف يعني مخيف من الله، مخيف من نفسي، لأن ده معناه إني أنا ممكن أحجب المعرفة عن نفسي بنفسي. أوكي؟ لكن خلينا أشبهها بشبه تاني إحنا بنختبره في حياتنا اليومية. لما بنيجي نبقى في الشارع وبنغير لين، إحنا عندنا نظر، والنظر شغال 100%، بس في مش حاجة اسمها البرسبشن، طريقة الاستيعاب أو الوعي للمعطيات الحسية اللي حوالينا. فأنا بسوق في عربية جنبي، في نظري لو أنا بصيت في المراية العربية دي مش موجودة، مش لأنها مش موجودة، مش لأن نظري مش جايبها، فلازم أغير طريقة نظرتي عشان أشوف العربية حقيقية. تغيير طريقة نظرتي مش هو اللي خلق العربية، لكن تغيير طريقة نظرتي خلاني أشوف العربية الموجودة. وهي دي طريقة اكتشافنا لله. أحيانا مش بتبقى إني أنا ما بدورش أو ما عنديش أدلة، أحيانا بتكون الطريقة اللي بعرف فيها إن الله موجود ومين هو الديانة الحق على نفسه إزاي، هو إني أنا بغير طريقة نظرتي للأمور وطريقة تقييمي للأمور، والتغيير دوت كافي إنه يديني النور الكافي إن أنا أشوف الحقيقة. طيب إزاي أنا ممكن واحد اختبر نفسي في حاجة زي كده؟ وانا فكرت في بعض الطرق، لكن ممكن انت تفكر مع نفسك في بعض الطرق. ازاي تختبر نفسك؟ ودي تمشي على المسيحي والملحد البوذي، اي حد. اسأل نفسك. بس انا لان انا بتكلم على الناس اللي بتقول المسيحية دين زي اي ديانات مش من الله، فانا بتكلم من هذا المنطلق. ممكن تسأل نفسك سؤال: What does it take for me to consider the possibility of Christianity؟ يعني ايه اللي انا محتاجه من الادله؟ يعني لازم احط لنفسي كرايتيريا عشان احمي نفسي من نفسي. يعني ما تجيليش معطيات اقول لا دي مش كفايه، ويبقى مش لانها مش كفايه، لان انا مش عايز اشوف انها كفايه. فايه المعطيات اللي انا لو شفتها ولقيتها اقدر اقول ايوه عند الخط دوت، لما اوصل للخط دوت ده معناها اني فعلا عندي سبب كافي ان انا ابص على المسيحية على انها ممكن تكون معتقد من الله. دي اول طريقة. تاني طريقة ممكن اعملها، ممكن
هل انا اقدر لو انا عندي اعتراض، هل انا اقدر ارد على الاعتراض اللي عندي كملحد؟ يعني لو انا ملحد وعندي بقول الله مش موجود للسبب الآتي، هل انا اقدر كملحد اطلع رد على الاعتراض بتاعي وامثله؟ وانا ستيل مان هي عكس رجل القش. رجل القش معناها ان انا بجيب من حد رد خايب واهده واقول ايه ده، ما عندهمش رد على اعتراضي. لا، ده انا اجيب ورد يمثل الردود القوية، ومش بس ده انا اديله احسن فيرجن منه، يعني ارد على اجيب احسن فيرجن من الرد دوت. يعني مثلا ايه، رد على مشكلة الشر، مش بس ان انا برد على مشكلة بلاقي اي رد واهدمه بنفسي، لكن بنقي احسن رد في نظري اللي هو ممكن يقنعني، وانا اعيد سرده بلغتي. يعني ايه اعيد سرده بلغتي؟ معناها ان انا امتصيت المعلومات ديت وفكرت فيها بطريقة عميقة، وقدرت نتيجة التفكير ان انا اعيد السرد بتاع الحجة ديت او الرد دوت، وكأني انا المسيح اللي بيرد. ليه انا بقول كده؟ لان ده بيخلي يديك الفرصة انك تشفت يور مايند، من فكر الملحد لفكر المسيح. خليني اشوف الحاجة الثالثة اللي ممكن نعملها. الحاجة الثالثة اللي ممكن نعملها هو اني اسأل نفسي انا قريت قد ايه من المصادر العلمية المسيحية اللي بتتخصص في الرد على الاعتراضي اللي عندي. يعني مثلا لو عندي اعتراض على مصداقية المخطوطات او اني انا الكتاب المقدس اللي عندي دوت محرف، ببص على ناس زي دان والاس، زي ويس هاف، زي مايكل ليكونا، اللي تخصصهم، اللي كل الدكتوراه بتاعتهم وتخصصاتهم العلمية هو بالظبط في علوم النصوص العهد الجديد. مثلا لو عندي مشكلة في العهد القديم ببص على الناس اللي تخصصت في الردود على مشكلات بتختص بحوالين النصوص العهد القديم. ليه؟ لان انا كده بوصل، مش بقى اللي تقولي ميم جاي من الفيسبوك او تاخد الاعتراض بتاع مثلا دوكنز اللي هو بيمثل ردود خايبة مثلا من المسيحية وتقول هو المسيحيين يبقى المسيحيين بيردوا كده. لا، انت تروح للمصادر الاساسية العلمية. لا، ده طبعا يعتمد على حسب انت مهتم بقد ايه انك انت تعرف الحقيقة، لان انك تقرأ كتب اكاديمية او حاجات علمية it's dry يعني ناشف ويعني بيستهلك طاقة. لكن لو انت فعلا عايز تعرف الحق وعايز توصل لآخر الموضوع زي ما بنقول، هتعمل كده وهتسيبك من الحوارات بتاعة الشارع او اللي اتعلمته من معلومات سابقة، زي مثلا اللي جاي من تاريخ اسلامي. لو انا جاية من تاريخ اسلامي وبصيت على اللي ذكر الاسلام عن المسيحية، انا عمري ما كنت هبص في المسيحية. ليه؟ لاني قبلت ان انا لنفسي اني اقول المسيحية هو اللي سمعته من الشيوخ المسلمين بتوعي ومن القرآن. يعني القرآن زي لو عمد الفكر المسيحي بالفكر الإسلامي، لكن لا يمتصوا مفيش أي صلة بين الاثنين. طيب لو أنا عندي اعتراضات بتختص مثلا بمشكلة الشر، يعني ازاي يكون في الله وتقول عليه محب وعنده كلية القدرة لكن مع ذلك في شر مثلا؟ هل عندي القدرة اني انا افكر واطلع مثلا ويليام لين كريج رد، في ناس تانية ردت، بلانتنج رد، مش عارفة مين رد، دول متخصصين مثلا في المشكلات دي اللي تخصصهم الفلسفي، هم متخصصين فلسفة فردوا على الحاجات دي بطريقة فلسفية وعميقة جدا. في طبعا لاهوتيين ردوا على نفس السؤال. انا بدور على الادله الجايه من اقوى المصادر اللي تمثل الردود المسيحيه في اقوى اشكالها. لكن لو انا ما عنديش معرفه بالناس دول وما بدورش اصلا عشان اعرف الناس اللي متعلمين او اللي فكروا بطرق عميقه في الاسئله ديت بيقولوا ايه، انا بحرم نفسي بنفسي
من معرفة ان اراء اخرى قد تغير رأيي في فكرة وجود الله او في فكرة المسيحية. ودي هي نهاية الكلام بتاعي النهاردة. انا هسيبكم مع كل الاسئلة ديت اللي انا سألتها، وانا بتمنى لكم وقت كويس وصحة كويسة، لكن اكتر واكتر والمهم ليا هو حياتكم الروحية. اتمنى ان ده يكون بذرة بسيطة تشجعكم ان انتوا تدوروا وتسألوا وتعرفوا فعلا هل المسيحية عندها ردود للاسئلة ديت ولا لا. باي باي، واشوفكم بخير المرة الجاية.